السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله مساءكم أحبابي، وطابت أوقاتكم بالخير، وتبوأت من الجنة منزلا. صليت على رسول الله. طبعا لا تيأس، الله موجود، الله فوق الظروف. مهما كانت الظروف صعبة فلا تيأس، احلم وثابر وجد، والأمور بيد الله. إذا أراد الله لك شيء هيا لك الأسباب. إذا أراد الله لك برزق، يعني رغم عن أنوف الحاقدين والحاسدين، لا تيأس. هي الأيام والغير، وأمر الله ينتظر. أتيأس أن ترى فرجا؟ فأين الله والقدر؟ لا حياة مع اليأس، لا حياة مع الإحباط. يا أخي احلم وثابر. إذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم، فليكن همتك فوق. طبعا حتى وإن لم تنجح فيكفيك شرف المحاولة. لا تستسلم. يقال الحلم بحر لا ساحل له، وهو رأس مال المفلسين. أقل شيء قدك مفلس، احلم، اطمح. حتى وإن لم تنجح يكفيك شرف المحاولة، يكفيك أنك تعلمت من التجارب، يكفيك أنك تعلم. أما اليأس والإحباط، إذا ظليت يائس بتظل بالقاع، وتجي آخر عمرك وأنت في القاع. لكن يأس وابدأ حبة حبة، حتى وإن كانت الظروف غير ملائمة، وضع البلاد مش سابر، فالأيام تتغير، والأيام بين أقدار الله. يعني يوم لك ويوم عليك، يوم أنت فوق ويوم أنت تحت، هكذا الأيام. وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن ليكن عندك همة، ليكن عندك عزيمة، لتكون قوية الهمة. هذه نظرتي، والسلام عليكم.